السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفة اليوم هو كريب بحشوة رائعة، حشوة لذيذة بزاف، حشوة مغايرة. كنتمنى هاد الحشوة تعجبكم، راه كتجي لذيذة بزاف. فهاد الحشوة كنحتاجو زيتون خضر، بصلة مقطعة، وكورنيشون يعني يكونوا شوية قلال. انا هنايا كنت دايرهم شوية كتر، ممكن تقللوهم. والطون، الملحة والبزار. صافي كنديروهم في هكا في هاد الآلة وكنطحنوهم، يعني حتى يطحنوا مزيان مزيان. كما قلت لكم زيتون خضر، كورنيشون، وبصله مقطعه، بصله كامله مقطعه، والطون. من الاحسن الطون يكون بكميه كتيره. المهم باش كتجي هكا مذاق زوين. والملحه والبزار كنديروهم في الخلاط وكنخليوهم يطحنوا، يطحنوا مزيان يعني حتى يندمج المقادير. كيندمج هادشي مزيان. الا كنتوا اول مره كتشوفوا هذا الفيديو او كتدخلوا لهاد القناه، ما تنساوش ديروا لايك وتهبطوا لتحت ديروا اشتراك، اشتركوا في القناه وفعلوا جرس الاشعارات باش يوصلكم الجديد. وقت ما حطيت شي حاجه غادي يوصلكم الجديد. وما تنساوش تقولوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. وشكرا على هذا الميساجات ديالكم والتشجيعات ديالكم اللي كيوصلوني في الصفحه ديالي على الفيسبوك سيام كيتشن. المهم الا بغيتو تنضموا ليا في مواقع التواصل الاجتماعي: انستغرام سيام كيتشن، وتويتر سيام كيتشن، فيسبوك سيام كيتشن، وجروب سيام كيتشن في الفيسبوك حتى هو، باش نتبادلوا الافكار والاراء. واللي عنده شي اقتراحات والتطبيقات ديالكم راه غادي نولي نحطها، يعني نحطها هنايا. اللي يطبق شي وصفه ديالي صيفطها ليا في الصفحه ديالي على الفيسبوك سيام كيتشن. المهم اللي كنطحنوها كنديروه في شي حاجه، وكنديروا ليه وكنضيفوا له 4 ديال الفرماج، يعني مكعبات مربعات، الفرماج مربعات. نضيفوهم ونبقاو نمعسوها هكا بفرشيطه حتى يندمج مزيان مع الحشوه. وكنكونوا ديجا موجدين الكريب. راني وريتكم الطريقه ديال الكريب، يعني الكريب المالح ماشي الحلو. وراه نفس الطريقه، غير ما كنديروش السكر، عوض السكر كنديرو شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، والا بغينا شويه ديال القزبر ومعدنوس. المهم داكشي كيبقى اختياري. راه غادي نحط لكم الرابط ديال الكريب. من بعد كندهنوا هاد الحشوه على الكريب ونطويوه بالطريقه، يعني نطويوه على شكل مربعات. كما كتشوفوا الطي ديالو يكون بهذه الطريقه، كيجينا مربع. من بعد صافي كان حتى نكملوا يعني الكريب كله، الكميه كلها اللي عندنا. ملي تكملينا الكميه، غادي نسخنوا واحد المقله، ندهنوها بالزبده ونحمروهم، يعني من جويه بجوج. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش، هانتوما كتشوفوا، يعني قلت لكم ما تنساوش تبارطاجيوه وديروا لايك وديروا اشتراك يعني كما كتشوفوا كنحمروهم على جوج جهات. ضروري ما ندهنوا بالزبده، ندهنوا بالزبده باش هكا كيعطينا هذا اللون محمر وكيجي زوين. من بعد صافي هكا نحطوهم في طبق تقديم، راه كتجي رائعه جدا، كتجي رائعه بزاف بزاف. والى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك واشتراك في القناه و... وتدعمونا باشتراك ولايك، وتبارطاجيو الفيديو مع عشاق الطبخ. صافي كما كتشوفوا كنبقاو نقلبوهم هكا حتى كيتحمروا، كنحطوهم في طبق تقديم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك واشتراك في القناه. ولا عندكم شي حاجه قولوها لي في لي كومونتير او على الصفحه ديالي في فيسبوك سيام كيتشن. وهذا ما نقول لكم، السلام عليكم، حتى الوصفه جديده ان شاء الله.